معالي المدير انا عايز اخد اجازه. اشمعنى يا سي عبودة؟ مفرهد الصراحه يعني من الصيام. طب ما انت صايم يا ابني بقالك كذا يوم وبتشتغل عادي، ايه اللي جد؟ بصراحه انا بحب اطلع اقوى مجهود عندي في الشغل، وفي رمضان مش عارف اطلع اي حاجه. ما هو الناس كلها بتشتغل في رمضان عادي. كلام فيه بعض من الصح وبعض من الخطا يا مدير. يعني عندك مثلا الممثل محمد رمضان بقاله كام رمضان ما بيشتغلش، بقاله 3 سنين. مع انه هو الاولى يعني يا ريس انه يشتغل في رمضان بما انه رمضان. فانت عايز محمد رمضان ما يشتغلش في رمضان وعبودة الغلبان هو اللي يشتغل؟ ده مش عدل. انا مش فاهم، انت هتفضل كده على طول مش مفهوم؟ يعني رمضان هو اللي مفهوم. يا ابني ده ممثل مالكش دعوة بيه. انا قصدي على شهر رمضان يا ريس، يعني هو جاي في عز الشتاء ونلاقي الجو حر في الصيام. معلش بقى يا عبودة، وقت الشركة ما يسمحش انك تاخد اجازة. يا سلام، امال اشمعنى يعني ثروه مقاطف اللي كل شغلتها تعمل لك نسكافيه بس وبتاخد مرتب قد مرتين وانت وافقت على الاجازه بتاعتها طول الشهر؟ علشان احنا في صيام فملهاش وظيفة طول الشهر. كان حضرتك ممكن تغير مكانها الوظيفي زي ما بتعمل معايا. يعني ده انا بقيت حاسس ان عمر كمال عبد الواحد من كتر الاماكن اللي بشتغل فيها في الشركه. ودي اشغلها ايه يعني؟ يعني كنت تخليها تعمل لك بدل النسكافيه خشاف بمناسبه الشهر الكريم. بس احنا بنقفل الشركة قبل الفطار. كنت شغلتها في البيت عندكم بعد الفطار. بيت ايه يا ابني، انا متجوز. خلاص يعني لو حضرتك مش فاضي ممكن تجي لي انا بعد الفطار البيت. وانت عايزها تجيلك ليه بعد الفطار؟ اهو نحلل مع بعض برنامج رامز جلال، يعني نشوفه حقيقي ولا تمثيل. عبودة مفيش اجازات. طب رجع سلوى تشتغل طيب. هيفرق معاك في حاجة؟ يعني هي بتزيد بهجة للشغل كده يا ريس، فانا فباخد منها باور فبقدر احقق التارجت. هو انت كل ده ما حققتش التارجت، امال بتيجي الشغل ليه؟ عشان سلوى. عبودة اطلع بره، مفيش اجازات قلتلك. عشان اشوف ابتسامة معاليك. ايه ده يا نهار ابيض؟ الله يخرب بيتك، الاسهم بتاعت الشركة وقعت. شفت؟ لو كنت سمعت كلامي وخليت سلوى تيجي تعمل خشاف